فيلمنا هيسافر بينا لكولومبيا، وبيبدأ الفيلم بتسجيل فيديو لبيلين حبيبة أدريان، وهي بتقوله إنها هتسيبه علشان مش قادرة تكمل في العلاقة برغم حبها ليه. وأدريان بيسمع وهاتك يا عياط، وفضل يشرب ويسكر ويشرب ويسكر. وهو خارج من البار خبط في راجل عند عربيته وبدأ يضرب فيه، فجت صاحبة الراجل وحشته من إيد أدريان بالعافية. الجرسونة شافت كل اللي حصل وصعب عليها أدريان قوي علشان مش عارف يروح بيته، فراحت شافت عربيته وخدته على بيتها. واما صحي تاني يوم من النوم ما كانش فاهم حاجة، واتضايق لما لقى نفسه في بيت الجرسونة ومشي من غير ما حتى يشكرها، وراح على شغله. وهو كان بيشتغل مايسترو في كولومبيا، وفي الأصل هو إسباني، وكان بيشتغل هناك ومعاه حبيبته بيلين. بعد ما خلص راح البار تاني علشان يشكر الجرسونة وعرض عليها تروح معاه البيت. واما عرفت انه مش متجوز راحت معاه عادي يعني. وصحيت الجرسونة تاني يوم من النوم ودخلت الحمام، لقت فرشتين أسنان استخدمت واحدة منهم عادي برضو. وهي بتغسل سنانها سمعت أصوات خارجة من الحنفية، حست كده إن بيتهيأ لها فخرجت من الحمام. وصحى أدريان وفطروا مع بعض، وبيتفاجئوا باتنين من رجالة الشرطة وبيكون اسمهم خاسي وراموس، جايين علشان يحققوا مع أدريان بخصوص اختفاء بيلين حبيبته، بس ما كانش معاهم تصريح تفتيش. والشرطة فضلت تسأله علشان كانوا متصاحبين، وبتتفاجئ الجرسونة إنه مرتبط، وهو قال لها إنه مش مرتبط وطلع مرتبط وحبيبته مختفية. وبعد التحريات اكتشفوا إنها ما سافرتش بره كولومبيا، وقعد يشرح للجرسونة إنها سابته علشان واحد تاني، فاعتبرها مش موجودة في حياته. اتعاطفت معاه واتعلقت بيه أكتر. وبعد ما الشرطة مشيت كانت متضايقة وزهقانة، فقالت أما أخش آخد دش واستجم كده في البانيو. لقت المية بتتحرك لوحدها، فافتكرت إن الدش هو اللي نقط، بصت لقيته مقفول. خافت وجريت بره الحمام، مفيش أي مصدر لسبب إن المية تتحرك، وسمعت صوت رعد ورياح جامدة جدا. خافت أكتر ولقت أدريان قدامها، فضل يطمنها إن الكهرباء قطعت من العاصفة ورجعت تاني. راحت الجرسونة شغلها ولقت المحقق هناك وبيحذرها من علاقتها مع أدريان، لأنه شك فيه إنه سبب في اختفاء بيلين. وقالت له أنت ما عندكش دليل على الشك ده، وحست إنه غيران علشان ارتبطت بيه. وتاني يوم الصبح وهي بتاخد الدش بتاعها المية بتسخن لوحدها، كل ما تفتح الساقع تتحول لسخنة، وتسمع أصوات خارجة من الحوض. وافتكرت إن كل ده بيتهيأ لها، والكلب جه جري عليها أكنه عاوز يقول لها حاجة. اتخضت وجريت ودخلت على الأوضة، ولقت سلسلة واقعة في الأوضة وخدتها لبستها قدام المراية. وبعدين حصل برق ورياح والكهرباء قطعت، خافت ونزلت من الأوضة واتخضت من خيال الكلب. جه أدريان وبتقوله أنا مش مرتاحة للبيت ده، حاسة إن في شبح. خدته على الحمام علشان تسمعوا الأصوات، وفعلا سمع الصوت وقال لها إن ده طبيعي من المية. تاني يوم الصبح اتصلوا محققين الشرطة وبيقولوا إنهم لقوا جثة لواحدة ست ممكن تكون بيلين حبيبته. فراح قال الجرسون الخبر ومشي، وراح لمحققين الشرطة يشوف الجثة، بس الجثة طلعت محروقة. وأدريان عرف من جسم الجثة إنها مش هي بيلين. روح البيت ولقى الجرسونة واقفة قدام الحوض وبتفضيه من المية وبتقول له أنا أسفة. سمعها أدريان وطلع سألها أنت بتكلمي مين؟ فبتكون مش عاوزة تتكلم وتوهت في الكلام. سألته عن جثة حبيبته هي ولا لأ، قال لها لأ، وإن بيلين طلعت من حياتي. فراحت وحضنته وابتسمت لمراية الحمام ابتسامة تحدي. وبنرجع تاني للأحداث إن أدريان كان بيحب بيلين من أيام إسبانيا، لأن هم في الأصل إسبانيين. وفي يوم وهي معاه في البيت بيقول لها خبر إن جاله شغل مايسترو مع فرقة في كولومبيا والعقد لمدة سنة، وعرض عليها إنها تسافر معاه، ووافقت تسيب شغلها في إسبانيا وتروح معاه على كولومبيا، رغم إنها ما لحقتش تحضر نفسها وبتأجر بيت من ست جوزها بناه. البيت كلاسيك وشيك، وقررت تأجره علشان تعيش فيه هي وأدريان، بس صاحبة البيت أصرت إن الكلب بتاعها يعيش معاهم. وافقت بيلين، وصاحبة البيت أجرت البيت لأدريان وبيلين لمدة شهر علشان هتسافر ألمانيا. أدريان وبيلين بدأوا يفرشوا البيت ومبسوطين إنهم هيبدأوا حياة جديدة. وراحت بيلين القاعة لأدريان وطلعت مكتبه بتسأل المدير عنه، دخلت ولقيته قاعد مع عازفة الكمانجة وماسك مشروب، وكأنهم كده قاعدين بيحبوا في بعض. راحت بيلين قالت له كمل مشروبك وتعالى العربية ورايا، ومشيت وهي متضايقة. في البيت بقى بتشوف الرسائل اللي بينه وبين عازفة الكمانجة، فبتتضايق لأنها حست إن في علاقة ما بينهم. واجهته وقال لها مش بخونك،
وقال لها اللي بيني وبين العازفة ده شوية غزل يعني مش أكتر. راحت قلبت وشها وسكتت. صاحبة البيت جات لبلين وقعدت معاها وفضلوا يتكلموا كلام ستات، وحكت لها عن العازفة وبتقول لها ده بيعمل كده وأنا عايشة، أمال لو مت هيعمل فيا إيه؟ نصحتها وقالت لها على خدعة هتعرف بيها إن بيحبها ولا لأ. قالت لها يا خايبة راقبيه من بعيد وإنها هتختفي من حياته شوية علشان تعرف هيقدر يستغنى عنها ولا لأ. وطلعوا على أوضة النوم، وبتقوم صاحبة البيت فاتحة غطا مستخبي ورا الدولاب وبيكون وراه باب مقفول، وبتفتح الباب بمفتاح بسلسلة فبيفتح باب كبير أوتوماتيك كده. بيلين بتلاقي نفسها في أوضة حيطانها حديد وشبابيك إزاز تشوف اللي بره ومحدش يشوفها، والمكان كان فيه حمام وكهرباء بيشتغل يدوي، ومهما عملت محدش هيسمعها لأن المكان ده معزول عن البيت. وصاحبة البيت بتحكي لها إن جوزها عمله أيام الحرب علشان محدش يلاقيه، وإن هو من حبه في المكان مات فيه، فقررت تستخبى في المخبأ ده علشان تتأكد من حب أدريان. صاحبة البيت ادتها المفتاح وسابتها ومشيت، بس أكدت عليها إن حوار المخبأ ده يفضل سر ما بينهم. وبدأت بلين تنفذ خطتها أما يكون أدريان بره البيت، وصورت الفيديو لأدريان وبتقوله فيه إنها هتسيبه، ولمت هدومها وحاجتها ودخلت المخبأ، وكتبت لأدريان إن يشوف الفيديو، وحطت المفتاح بالسلسلة على شنطتها. وسمعت صوت أدريان راحت بسرعة جريت على المخبأ بشنطتها، ووقعت السلسلة من على الشنطة وقفلت وراها الباب، وما خدتش بالها إن المفتاح وقع بره. وبيجي أدريان وبيكون معاه ورد ليها، وهي طبعا شايفاه من ورا الباب، وبتفرح وبتشوفه وهو بيمسك الورقة، وشاف الفيديو اتأثر وزعل وراح رامي الورد ومتنرفز، وراح بسرعة فتح الدولاب وملقاش هدومها، واتصل بيها تليفونها مقفول. بعت لها رسالة صوتية إنها تكلمه، وهي طبعا اتأثرت وعرفت إنه بيحبها بجد. ولما رمى الورد على المراية اتضايقت بلين علشان اتأكدت من حبه وعرفت حقيقة مشاعره، وقررت إن ملهاش لازمة تكمل الخطة. وبتتفاجئ إنها وقعت المفتاح بره في الأوضة. فضلت تصوت وتخبط بس هو طبعا مش سامع حاجة، وقعدت تحاول تتصل بيه وفضلت تحاول تكسر الإزاز، لكن الإزاز ضد الكسر. راح أدريان للشرطة وبلغهم باختفائها، وبدأوا يدوروا عليها. وهي في الأوضة بتحاول تلاقي أكل تاكله، لقت أكل معلب بايظ ومية مش نظيفة، بس اضطرت تاكل وتشرب علشان تعرف تعيش. ودخل الحمام علشان يغسل وشه، وفضلت تخبط على مواسير الحوض علشان الصوت يوصله، لأن دي الإشارة الوحيدة اللي تحسسه إن في حد جوه. والكهرباء قطعت عليها، فحاولت توصل السلك اليدوي ولكنها اتكهربت. وبتكون واقفة قدام المراية بتلاقي أدريان والجرسونة في علاقة. ولما دخلت الجرسونة الحمام سمعت أصوات خارجة من الحوض وهي بتغسل سنانها بس مش باينة، افتكرت بيتهيأ لها. ولما دخلت تاخد دش لقت المية بتتحرك في البانيو لوحدها وبتخرج وهي خايفة ومرعوبة. ولما بتيجي تشرب المية بتتحول لسخنة وبتلسعها، وبيجي الكلب ينبح فبتتخض وبتخرج من الحمام. والجرسونة بتلاقي المفتاح بالسلسلة وبتلبسها قدام المراية، وبتفرح بلين إن هي لقيتها. الجرسونة بتاكل قدام البيت خوخ وبترمي نوى الخوخ. ولما لقت المية بتتحرك جريت على الحوض وتواصلت معاها عن طريق الحوض، وفضلت تحاول تشيل مراية الحمام والدولاب ومش راضيين يتشالوا. قعدت تدور لحد ما لقت مكان المخبأ، وقررت تسيبها محبوسة لأنها خلاص حبت أدريان ومش عايزة يرجع لها. وراحت لها عند مراية الحمام وبتقول لها أنا أسفة، واتضايقت بلين منها وفضلت تشتمها. وفي الوقت ده وصل أدريان وبيسألها أنت بتكلمي مين؟ فبتقوله مش بكلم حد، وقعدت تتواصل معاها بالإشارة. والمحقق جه بيديها صور أدريان مع عازفة الكمانجة، شافتها واتضايقت، فقررت بعدها تطلع بلين، لكن مش بترد عليها. وبتفتح المخبأ وبتدخل لها لقيتها نايمة، فقربت منها وراحت بلين كسرت عليها إزازة وحبستها في المخبأ وقفلت عليها. وبعدها خرجت بلين من البيت وسابت المفتاح بالسلسلة لأدريان وصورتهم. وبكده يكون فيلمنا خلص. أما حتة فيلم حلو بشكل.